هلا خلصنا من مواجهة UFC 299. العرض كان حلو كتير كتير، يعني كل مواجهة كانت حلوة. طبعا صوتي رايح من العياط والحماس. هلا خلصت الفرجة على العرض وراجع على البيت بالسيارة، فحبيت أعطيكم مثل ردة فعلي وآرائي عن العرض. طبعا بالنسبة لتوقعاتي، توقعت أغلب المواجهات صح، ما عدا المواجهة الأولى وتبع إيان كيوريلابا ما أعرف شو بينال اسمه هاد، وكيفن هالاند. هدول المواجهات الوحيدة اللي ما توقعتها صح، بس الباقي كله توقعته صح. وفي مواجهة توقعتها كان توقعي كان 100% اللي هي بيير يان ضد سونج دونغ. قلت إن سونج دونغ حيفوز بالراوند الأول وبيير يان حيفوز بالراوند الثاني، والراوند الأخير حيكون راوند قوي كتير وبيير يان حيفوز فيه، وهالشي صار. أما بالنسبة للمين إيفنت شانو مالي ضد تشيتو فيرا، المواجهة يعني في ناس شفتهم عم يقولوا إنه كانت مملة، بالعكس أنا استمتعت كتير. يعني الناس اللي استمتعوا بهالمواجهة هن الناس اللي عن جد بيحبوا القتال. المهارات اللي كان عم يقدمها شانو مالي يعني شيء أنا بعمري ما شفته بحياتي. يعني الطريقة اللي عم يضرب فيها وبيدافع وبيبعد وبيتحرك، يعني شيء بتحسه خيال، بتحسه كان عم يلعب لعبة UFC، يعني كأنه فيديو جيم. يعني بصراحة أنا من أول كنت بحب شانو مالي وتوقعت إنه حيفوز، بس هلأ صار عندي احترام له كتير، وأثبت إنه عن جد هو أحسن بانتم ويت بالعالم. أما بالنسبة لتشيتو فيرا ما بعرف شو كان، إذا هو يعني شو المشكلة، إذا كان يعني تدريبه ما منيح، إذا كان عنده إصابة ولا شيء، بس إنه أبدا ما كان هو، يعني كان عم ياكل ضرب وما عم يضرب أبدا هيك، يعني مثل واقف بس هيك عم ياكل ضرب، ما في غير يعني ضرب ضربة حلوة على جسم أو مالي بآخر ثانية من المواجهة، وهي كانت الضربة الوحيدة الحلوة. ف يعني ضيع الفرصة عليه، مع إنه هو فاز عليه من قبل، لكن هلا بين عن جد مين اللي فاز المواجهة الماضية. أما بالنسبة لأحلى لحظة وموقف يعني وقت إلي بالمواجهة، لما داستن بوريه فاز على بنوا سين ديني. طبعا أنا في مواجهات كتير بحياتي مثل فرحت فيها ومثل جنيت فيها لما صارت. يعني مثال لما روبي لالر اعتزل وفاز بضربة الكيو آخر مواجهة له، لما ليان ادواردز هزم كامارو اوزمان مرتين ورا بعض، لما شانو مالي هزم ألجيمين ستيرلينج. بس هلا تبع هي داستن بوريه، يعني اللي صار يعني بتحسه كأنك قاعد بفيلم. يعني انا لحظة صرت اقول لحالي انا عم بحلم ولا لا. يعني اللي صار يعني شيء قوي كتير، يعني كان عم يخسر المواجهة بسهولة. يعني بنوا سين ديني بصراحة أنا ما بعرف كيف الناس كانوا فاكرينه منيح. يعني الشيء الوحيد اللي كان منيح فيه هو الضغط وقوة الجسم تبعه. البني آدم ضخم كتير بالنسبة لداستن بوريه، يعني بتحسهم يعني فرق الوزن كبير كتير. يعني كان عم يهجم عليه وعم ينزله على الأرض وعم يضربه. يعني أنا بصراحة وأنا عم بتفرج قلت لحالي يعني كيف لك، كنت متوقع إنه بنوا سين ديني إنه كيف لك حيعمل هيك طول المواجهة، بس كان في مثل شيء قلبي من جوا عم يقول لي إنه داستن بوريه حيصدم العالم. ولأنه في شيء لاحظته بالمواجهة إنه بنوا سين ديني كان عم يهجم على داستن بوريه طول يعني طول هيك هي المواجهة كانت كلها راوندين، فكان هيك عم يهجم عليه وداستن بوريه عم يتركه يهجم عليه، وهو عم يهجم عليه هيك عم يضربه ضربة أو باليسار بعدين باليمين. وهالشي عمله أكتر من مرة، وأكتر من مرة انضرب فيها بنوا سين ديني، يمكن 3 مرات انضرب فيها وكان حيوقع. وأنا هيك عم بتفرج قلت لحالي هذا بنوا سين ديني حينضرب بهي الضربة وحيخسر أكيد، وصار هالشي، انضرب فيها وقع على الأرض مثل اللي مات. أنا مبسوط كتير إن داستن بوريه فاز، لأني بصراحة بحبه كتير، يعني واحد من المقاتلين المفضلين، ويعني لحظة كانت حلوة كتير لما فاز.
في مواجهة كمان استمتعت فيها اللي هي تبع، مو استمتعت فيها، في المواجهة تبع جيلتون ألميدا ضد كيرتس بليدز. طبعا أنا توقعت كيرتس بليدز إنه يفوز وفاز، بس الراوند الأول كان مخوفني كتير. يعني جيلتون ألميدا هجم وما تركه ل كيرتس بليدز أبدا، ضل عم يهجم عليه، عم يوقعه على الأرض 5 مرات. بصراحة أنا بعد الراوند الأول لحالي مستحيل كيرتس بليدز يفوز، بس بعدين لما جيلتون ألميدا هجم عليه ووقعه، وبعدين كيرتس بليدز طلع فوق وصار يضرب على راسه، ولقيت أن جيلتون ألميدا مثل اللي مات. هون أنا جنيت، يعني فرحت كتير لأنه أنا بحب لكيرتس بليدز وتوقعت إنه يفوز، الحمد لله فاز. فأتمنى يعني يصحح من أخطائه يعني بالمواجهات الجاي وما يخسر مرة تانية مثل ما عم يعني هلا كان عم يخسر يعني بطرق غبية. وفي المواجهة اللي بصراحة عصبتني كتير اللي هي كيفن هالاند ضد مايكل فينوم بيج MVP. المواجهة يعني كيف لك، كانت ممتعة عادية، كانت يعني ما فيها إنه واو، وما كانت مملة، كانت ممتعة بس بترفع الضغط، لأنه كيفن هالاند عم يقاتل مثل اللي أول مرة بيقاتل بحياته. وهالشي بصراحة يعني زعجني كتير وعصبت كتير. يعني عم بتطلع عليه، يعني قاعد شو عم يعمل هذا، هيك بتلاقي بيلف هيك على ظهره ويقعد بيضرب من ورا، بعدين بيلف رجله، يعني حركات غبية كتير. آخر شيء مايكل فينوم بيج فاز، وبصراحة كان مستاهل الفوز. تقريبا ما كان في ولا مواجهة إنه قريبة إنه يعني ما حدا عارفان مين حيفوز، كل المواجهات كانت باينة مين حيفوز. في مواجهة كمان جاك ديلا مادالينا ضد جيلبرت بيرنز. هاي المواجهة أنا بصراحة هون خسرت الصوت تبعي، هون انبح صوتي، لأنه أنا كنت متوقع إن جاك ديلا مادالينا إنه يفوز، وبصراحة ما كنت متوقع أبدا إن جيلبرت بيرنز يعني قاتل بالطريقة اللي قاتل فيها اليوم. يعني كان عم يوقع جاك ديلا مادالينا وعم يضربه على الأرض، وكان كان فايز بالمواجهة، فاز بأول راوندين، والراوند الأخير أنا انتحالي خلاص مستحيل جاك ديلا مادالينا يعني يفوز عليه، وإلا لاقيلك ضربه ضربة هيك على وشه ووقعه على الأرض وفاز. وهون أنا هون أنا كيف لك صرت عيط، وراح أنا ورفقاتي وراح صوتي وجنيت. فيعني العرض كان والله حلو كتير، يعني استمتعت فيه. أنا بعروض UFC إذا صوتي ما انبح وراح معناها أنا ما استمتعت بالعرض. فأنتوا اللي سامعين صوتي هذا دليل كبير إني أنا استمتعت بالعرض وكتير انبسطت فيه. أتمنى أنتوا كمان تكونوا انبسطتوا بالعرض، لأنه يعني كيف لك هذا العرض كان حلو كتير، ولسه في عنا UFC 300. فهلا حنشوف شو حيصير بعد هيك. يعني سمعت هلا شان اومالي بعد الفوز الحلو تبعه ضد مارلون فيرا قال انه بده يروح على اسبانيا ويواجه اللي هو اسمه إيليا توبوريا اللي فاز بالحزام ضد فولكانوفسكي. انا ما بشوف هالشي انه طريقة ذكية لشان اومالي، يعني حتكون مواجهة حلوة وممتعة، لكن شان اومالي يعني حاس انه بكير انه يطلع. يعني يعني كيف لك إيليا توبوريا يعني اضخم منه واقوى منه، والملاكمة عنده منيحة كتير، بس إذا شان اومالي اللي تقاتل اليوم يعني اللي شفناه اليوم عمل نفس الشيء ضد إيليا توبوريا، حتكون مواجهة حلوة كتير وحنستمتع فيها. شوف في شيء تاني كان بالعرض تقريبا ايوه صح، في انا توقعت انه بيدرو مونيز انه كان حيفوز، هذا كمان خسر. هي كمان من التوقعات اللي خسرتها. فهي شو التوقعات اللي جبتها غلط. كانت المواجهة الأولى تبع البنات يمكن اسمها كان مارينا تبع بيدرو مونيز، إيان كوتيلابا وكيفن هالاند. يعني توقعت 10 صح وتوقعت 4 غلط. يعني أنا بصراحة يعني مو سيء أبدا. هي كانت يعني مثل ردة فعلي على العرض. أتمنى يكون عجبكم العرض. أعطوني أراءكم بالكومنتات. شو يعني شو الأكثر مواجهة عجبتكم؟ يعني
آرائكم. أتمنى يكون عجبكم المقطع. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم.